الرحيم. هذه قصة هداية إحدى الأخوات العراقيات الشيعيات بعد أن تركنا دين الشيعة، دين المراجع، وانتقالها بفترتها السليمة وعقلها الذي منحه الله سبحانه وتعالى إياه، هذا العقل الذي يدل على الفطرة. اهتدت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل فطرتها إلى دين الإسلام. وقد تعرفت عليها في أحد المواقع يعني، ولاحظت عليها أنها يعني بأخلاقها الفاضلة، فكتبت لها رسالة على الخاص، يعني أنت عرفت أنها شيعية، حببت أن أعرف بصفتي مهتم بالأمر الشيعي ما سبب هذه الأخلاق. ما تعودنا على الشيعة أنهم بهذه الأخلاق. فقالت: أنا تركت دين الشيعة من زمان وتسننت، فطلبت منها أو أقسمت عليها أن تحكي لي قصة هدايتها، فقالت: سأرسل لك شريط كامل بصوتي. فقلت: الله يجزاك خير، والله تسوي لي فيني خير وتسوي في الناس خير أيضا، هذه دعوة إلى الخير، الناس كلهم تستفيد. فكان هذا الشريط بصوتها، ونستمع الآن إلى صوتها بكلامها بصوتها، ونترككم مع هذا قصة هدايتها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. قصتي يا شيخ بدأت من سنين طويلة. يوم من الأيام صار عندي ورم، ومثل ما أهلنا عودونا علاجنا الوحيد هو طين كربلاء. جابوا لي هذا الطين أهلي المقربين علي، ما فادني. يوم عن يوم بدأ الورم يكبر، بدأ الألم يزيد. فسبحان الله ليلة من الليالي بديت أفكر بيني وبين نفسي، أنا هذا الطين اللي جابوه إلي ما فادني. زين الإمام كان يتمرض يتعالج بنفس الطريقة، يطين نفسه بالطين حتى يتشافى. من هاي بدت عندي الفكرة إنه أنا ظليت أفكر، أكو أشياء أنا ما مقتنعة بيها، واي أمور أنا ما مقتنعة بيها، تخالف الفطرة السوية، تخالف العقل. فبنهاية الأمر يعني ما الطين ما طيبني، وآخر شي رحت يعني سويت عملية والحمد لله. من بعدها ظليت أدور على أي شيء أنا ما مقتنعة به، أريد الأساس، أريد جواب شافي، ماكو. متابعين سياسة التخويف، إنه إذا ما لطمت راح يصير بيك كذا، وإذا ما مطيت راح عقابك كذا. ليش إحنا خلصنا عمرنا كله بس ننطي للخمس ونضحي بنفسنا، وهلكانين من اللطم وكآبة، ويعني عايشين برعب. أنا عندي رب سبحانه وتعالى غفور رحيم، وعندي كتاب وعندي نبي. المرجع إيش راح يفيدني أنا تالي؟ وين هم المراجع؟ أنا أريد لي اليوم مرجع واحد يصلي بالناس جماعة، أريد لي مرجع يوم من الأيام قرأ قرآن. ولا واحد. سألت حتى جدي، سألت أهلي كلهم يوم من الأيام سمعتوا مرجع قرأ قرآن بصورة صحيحة؟ أصلا ما يعرفون عربي. شفتوا لكم واحد من المراجع صلى بالناس جماعة؟ كلها تسكت. لا والله، المرجع إنسان منعزل عن الناس، وعنده كتب وعنده مؤلفات، ويدخلونك بمتاهة بحيث ما تطلع منه بنتيجة، ما تطلع بجملة مفيدة. فالحمد لله على كل حال. من ذاك اليوم لليوم أنا تغيرت نظرتي وتغير تفكيري، واهتديت للطريق الصح. أعبد ربي وأنا مطمئنة ربي غفور رحيم، أعبد ربي وأنا مطمئنة ربي هو الرزاق، هو الشافي، هو المعافي. الإمام لا يضر ولا ينفع، والإمام مو بحاجة إحنا نلطم ونطبر راسنا وما أعرف شنو. شفتوا بفطرتها السليمة الإمام لا يضر ولا ينفع، بفطرتها السليمة التي فطر الله الناس عليها، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين.
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو بفطرتها السليمة يعني تعرف التوحيد وتعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو النافع هو الضار لا أحد ينفع من دون الله لا أحد ينفع يعني ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الأشياء اللي جاي يسوونها أهل البيت ما سووها، حتى هم يقلدونهم. ماكو أي نص قرآني ولا حديث نبوي ولا رواية عن أهل البيت تثبت اللطم والتطبير والأشياء اللي جاي يسوونها. ماكو، ما لها أي دليل. اتبع المرجع وانت ساكت، لا تناقش. وحتى لو اكو فكرة ببالك، اكو شيء انت ما فاهمه، لا تناقش، اسمع واسكت. وكل اللي موجودين بالحسينيات تحت المنبر ولا واحد بيهم يطلع من بعد المجلس جملة مفيدة. وهذا مصداق تخويفهم. يروون عن عن الأئمة عليهم السلام كذبا وزورا، تخويفهم يخوفونهم كما قال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه. الراد على المرجع كالراد على الإمام، والراد على الإمام كالراد على رسول الله، والرد على رسول الله كالرد على الله، ومن رد على الله كفر، كما قال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، من دون الله، كالعباس بن رأس الحار، ويخوفونك بهذه الأمور. ولا واحد بيهم فاهم، معيشينهم بدوامة، بحيث المسكين الشيعي يفتر داير مداير نفسه ما يدري شنو. خلص عمره هو يكد ويتعب حتى ينطي خمس، يكد ويتعب وينطي للنذر. ما شفنا مرجع انطانا، ولا شفنا مرجع سوانا شيء. ما شفنا مرجع بنا مدرسة، بنا مسجد، بنا بلط شارع، ماكو. المراجع شغلتهم بس ياخذون. فأتمنى من الشيعة يفكرون ويسألون. أكو قرآن، أكو أحاديث نبوية، ليش أنا أتبع مرجع ما ينطق حرف واحد؟ اسمع يا شيعي، اسمع النصيحة التي تخرج من القلب من الشيعية، ودعك من وهابية وما وهابية. اسمع الشيعية اللي عرفت وكانت في نفس مذهبك وفي نفس ملتك. اسمع فتاوى ما نعرف منين أصلها وما نعرف أساسها شنو، فتاوى مطبوعة وخلاص تبعوهم وانتوا ساكتين لا تناقشون. فكافي، خسرتوا دنياكم لا تخسرون آخرتكم. والله مساكين، والله مسحوق عليهم، يعني نهبوا أموالهم باسم الخمس، وهتكوا أعراضهم باسم المتعة، وهواية أمور هواية يعني يطول شرحها. الله يهديهم ويصلح حالهم. اللهم آمين. ونكمل المقطع أيضا، هذا هو المقطع، نكمل المقطع الثاني. المراجع كل واحد إلى طريقة، خليها الأتباعة بالصلاة أو الوضوء، وهو نفس المرجع ما فد يوم من الأيام شفناه يصلي، ولا واحد من المراجع نهائيا، لا سيستاني ولا الخوئي ولا غيره. ما شفنا هذا مرجع ما يصلي بالناس جماعة، وكل واحد بيهم خلي له طريقة صلاة ووضوء شكل. يعني هذول شنو مثلا كل واحد إلى رب ونبي الوحده، حتى الناس يضحك عليهم مو تعالوا تبعوني. أريد واحد من عندهم بينه وبين نفسه يفكر، يقول هاي الأموال اللي تروح للمراقد وين؟ شي يسوون بيها؟ هاي المليارات اللي ياخذونها بروس المساكين، وكلهم اللي يرخون ويذبون فلوس بداخل المرقد كلها ناس كسبة وحالتها تعبانة، ولا واحد بيهم مقتدر ماديا. كلها تروح بين المراجع، هم يتقاسمونها بيناتهم، والفقير يتحمل ضاحكين عليه بقصة المظلومية.
قد سألتها عن أم البنين، ما حكاية أم البنين؟ فقالت هذه لها قصة، وهي عبارة عن عرض سفرة طويلة ويعتقدون فيها النفع والضر. نستمع إلى هذه السفرة أو سفرة أم البنين. بساعة تنطيني اريد مراد منك لا تردي، وانت ام البنين بساعة تنطيني اريد مراد منك هاي بدوي، عليك حسين وولاده. السلام عليكم. قصة أم البنين اللي هي زوجة علي بن أبي طالب، اختصاصها صنفوها بأنه هي مختصة بحل المشكلات المستعصية والمستعجلة. طبعا زمان قبل يحلفون بيها وينذرون إلها، بس ما كانت أكو إلها فد بدع حديثة. لحد قبل 6 أو 7 سنين طلعت شغلة قالوا يعني ما أعرف علوية حلمانة بيها، ما أعرف شنو بالضبط، هم أتأكد منها وأحكي لك. المهم طلعت بدعة سفرة أم البنين. هاي السفرة كل ما طال يعني عدد الأمتار وكل ما زادت الأشياء اللي بيها راح يوصل الثواب، وراح يعني تتحقق أي شيء أنت تطلبه. الأشياء الموجودة بهاي السفرة شنو يخطر على بالك؟ من حلويات، من فاكهة، من عصائر، من يعني شغلات الأطفال، ألعاب، شكالات احنا نسميها الماشات اللي يخلونها بالشعر، جواريب نسائية، جواريب أطفال. طبعا هاي كل سنة تصير وما إلها يعني فد مناسبة معينة مثل 10 محرم أو 7 محرم، لا، انت شو وقت ما تريد تسويها. طبعا هاي الحلويات اللي يشترونها باقية بالمخازن حتى منتهية صلاحيتها، يشتريها أبو المحل يروح يشتريها من التاجر بسعر يعني برخص التراب، ويبيعونها على الناس بأسعار خيالية. فهي شغلة كلها تجارة بتجارة، والناس مصدقة. هذا المسكين المضحك على عقله يروح يشتري الحلويات ويكلف على نفسه، وش قد ما اشترى وش قد ما زاد راح يكون الثواب أكبر، وراح تكون الحاجات مقضية بأسرع وقت. هاي قصتها. وإن شاء الله هم أشوف أكو مقاطع، طبعا أنا أذكر شايفتها، صار تحدي بين الناس كل ما طال عدد أمتار السفرة كل ما كان الحاجة مقضية، وصارت يعني الناس تتفاخر بيناتهم. كل من يقول شوفوني أنا شنو سويت لأم البنين، وأم البنين ما تدري عنهم أصلا. والله مضحوك على عقولهم، ومستغلينهم ماديا ومعنويا، ومضيعين حياتهم من بدايتها لنهايتها. خلصوا عمرهم هم بس ينطون، أهل البيت مو بحاجتهم. يعني أنت تبني ضريح بذهب وفضة والناس ضالة بيوت ما عندها، تروح للضريح تذب شكو فلوس عندك، تنطي شكو ذهب عندك وانت بحاجتهم، وبالنهاية تروح للمراجع عايشين أحسن عيشة، قصور وأرصدة، ويتعالجون بأرقى المستشفيات بالخارج، ويضحكون عليهم. والله شكليته من مجلس أم البنين شافيك، والله عصير من مجلس العباسي يطيبك من الأمراض الخبيثة. طبعا هي تعلق على شكليت المهاجر. شكليته والله شكليته من شكليتة الحسين تعالج عشيرة بحالها. هذه شكلية المهاجر، شكليتة المهاجر. من يقبل بهذا الحكي يا عقل؟ هاي أصلا لو عندهم عقول يعني ويفكرون أصلا هالشي ما صار بيهم. الله المستعان. نسأل الله يجزاه خير، ونسأل الله تعالى أن يهدي بهذه الكلمات ويفتح بهذه الكلمات آذانا صما وقلوبا غلفا،
أن يهدي بها ضال المسلمين وينفع بها، لأن الكلام إذا خرج من القلب فإنه يدخل إلى القلب. والله سبحانه وتعالى هادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.